تعالوا نعمل النهاردة غدا اقتصادي ولذيذ وسريع ومفيد جدا جدا. معايا بتنجان رومي النهاردة، اعملي بالكمية اللي تستخدميها. انا اشتغلت باتنين. جبتهم كده على البوتاجاز، وقفتهم لحد ما يستووا من تحت، وبعد كده فضلت انيمها على الجنب ده شوية والجنب ده شوية لحد ما استوت. ممكن نحط صينية ونشوي فيها عادي، مش مشكلة. قشرتهم بالشكل ده، والميه اللي نازله منه مرميهاش، انا اصفيها معاه. وجبت كده بوله، وهجيب سكينه ممكن نفرمه براحتنا عادي، بس انا عايزاه ياخد شكل تاني وطعم تاني. يعني هو بالطريقه دي واخد كده شكل تاني وطعم تاني وطعم جديد كده ولذيذ. هجيب سكينه كده وهقطعه كويس قوي قوي قوي. وبعدين هجيب شوكة اكمل بيها. عايزين تفرموه براحتكم، بس انا حبيت اعمله بالطريقة دي لان انا بعمله يعني الطريقة دي مختلفة شوية عن الطرق التانية. الطريقة دي تعملوها غدا وانتم مطمنين وانتم مغمضين، واعملوا جنبها طبق بطاطس محمر فقط لا غير. الاسعار غالية، حاولوا توفروا على قد ما تقدروا. خدوا افكار جديدة وافكار مشوا بيها يومي. لو يوم مشينا بيه يعني لو فكرة كده او اكلة مشينا بيها يوم، والله بيفرق معانا لتاني يوم. تقدروا تعملوا كده اكلة كويسة، وربنا يعين الجميع بإذن الله. ملحت البتنجان الاول قبل ما اضيف عليه اي حاجه خالص، اي مكونات. حطيت شويه ملح، شويه كمون وشويه فلفل اسمر. الكمون والملح اساسي قبل ما اضيف اي حاجه. املح البتنجان كويس قوي. حطيت طماطميه مقطعه زي ما انتم شايفين. عايزين تزودوا زودوا. الطماطم غالية زي ما احنا عارفين، واحنا بنحاول نقلل في استخدامها. حطيت كده بعد ما ملحت البتنجان، حطيت طماطمية مقطعة صغيرة، قرنين فلفل حامي. اللي مش عايز حامي يحط فلفل الوان، فلفل رومي متاح معانا يا جماعة. نزود اي حاجة ونبدل. وشوية خضرة كده مشكلين. شايفين الطبق بقى عظيم ازاي وبقى مفيد ومغذي. والبتنجان اساسا لوحده مفيد جدا، وهو مشوي كمان بيكون مفيد جدا ومليان فيتامينات. بصراحة من الحاجات الجميلة جدا الخفيفة اللي ينفع نحطها جنب حاجات كتيرة. معايا معلقة ونص توم، خدت ربع معلقة نية حطيتها قلبتها في المكونات. وهنا بقى الاختلاف والتغيير. انا بقول لكم الطبق مختلف وجميل وهيعجبكم جدا. حطيت شوية زيت كده واحطهم على النار، وهنزل بكمية التوم الباقية. بس مش هحمر التوم، يعني ان انا هديله نص تحميرة بسيطة كده. وبعد كده هجيب صينية او طبق اي حاجة، هفرد البتنجان او الطبق الجميل ده. شفتوا بقى فيه مكونات مفيدة ازاي، ومشبع جدا وجميل بصراحة. جنبيه طبق بطاطس كده محمرة، وغدا او عشاء حلو جدا وموفر. شوية جرجير، البصل الاخضر بقى في السوق دلوقتي، حاجات الشتاء جميلة. بس الحاجة غالية طبعا. هنحاول يعني نقتصد على قد ما نقدر. هنحاول نعمل اكلات اقتصادية، يعني يوم يشيل يوم. يعني يوم انا هنا قبل ما اروح قبل ما انسى، التوم اللي هو بقلبه تقلبتين كده على النار، مش هخليه يحمر. وهاخده هنزل على وش البتنجان، وكده الاكله بقت جاهزه. اكله عظيمه كده معانا وجميله. هنا فردت البتنجان. كنت بقول لكم هنزل كده على الوش. كنت بقول لكم اكله زي كده مع طبق بطاطس او اي حاجه تنفع معاه. هو البطاطس بصراحه جميله جدا معاه. شويه جرجير، اي حاجه كده نقدر نعملها. جبنه بطماطم جنبي، بلاش الطماطم، جبنه كده بسيطه، اي حاجه. الطماطم بقت بتعمل لنا حساسيه دلوقتي كده. ربنا يفرجها باذن الله، والحاجه هترخص وهتبقى كويسه، وكل حاجه هتبقى كويسه باذن الله. نزلت بقى كده بشويه خضره على التوم. ما تقلبيش التوم، حطيه على الوش كده. عايزه تقلبيه براحتك، احنا مش بنستصعب اي حاجه. بس كده طريقه مختلفه وحلوه، وطبق اساسي. يوم يوم اعمل فيه اكله زي دي، تاني يوم اقدر ان انا اعمل اكله كده كويسه اللي هي من الاكلات المكلفه شويه. يوم بيشيل يوم. وحاولوا تمشوا حالكم، وربنا يعيننا ويعينكم جميعا يا رب، ويبارك في رزقنا جميعا. ولايك بقى واشتراك، والسلام عليكم.